يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي راديو بوير اف ام وكل متابعي برنامج عطر الصباح. رح بنحكي اليوم ضمن فقرتنا الحوارية عن تأسيس أول فرقة للعراضة الشامية في مدينة قامشلو. للحديث أكثر ولنعرف عن تأسيس هذه الفرقة وعروضهم رح يكون معنا السيد حسام السيد من مؤسسي فرقة العراضة الشامية معنا هلأ هو عبر الهاتف. يسعد صباحك. صباحك أستاذي، صباح النور. شكرا على هالراديو، شكرا على هالصباح الحلو. تسلم، شكرا لك ولا انضمامك معنا ضمن فقرتنا الحوارية لنتحدث عن فرقة العراضة الشامية، وهي أول فرقة في مدينة قامشلو للعراضة الشامية. بداية سيد حسام، لو تحدثنا عن العراضة الشامية، تاريخها وأصولها. طبعا نحن من مدينة قامشلو. نعم. نشكر جميع الكادر معك. هي فرقة عراضة أسسناها بضمن منطقة روج آفا بشكل عام يعني. نعم. حبينا نفوت تراث لهون للمنطقة. هي للأم هي القامشلي، وبشكل عام يعني لروج آفا. طبعا حبينا نفوت تراث للبلد، حبينا نفوت لائحة جديدة هي للمنطقة هون. هاي الفكرة من تأسيسكم للفرقة، إدخال هذا الطابع الحلو، فرقة للعراضة الشامية في منطقتنا بالجزيرة خاصة بمدينة قامشلو. لو تحدث لنا أيضا سيد حسام عن تاريخ العراضة الشامية وأصولها. تاريخ العراضة الشامية هي تراث بشكل عام، هي سوريا. تمام. فنحن فوتنا هذا المود على منطقتنا، يعني كل منطقة بشكل عام لها تراثها، لها جاذبيتها. فنحن دخلنا هذا المود لروج آفا بشكل عام للأم قامشلو. هل هي خاصة بحفلات الزفاف مثلا، ولا في كتير مناسبات بتكون العراضة موجودة ضمنها سيد حسام؟ لا أستاذي، نحن خصصنا بشكل عام يعني بجميع الحفلات، بجميع المناسبات، بجميع أي شيء يتطلب بمنطقة روج آفا. نحن راح نكون جاهزين، راح نأسس بصمة حلوة بالمنطقة. إذن ما رح تكون بس لحفلات الزفاف، رح تكون لكل المناسبات وفقا لطلب. هل هي خاصة العراضة الشامية سيد حسام، هي خاصة بأهل الشام مثلا، ولا في مناطق تانية كمان بتستعمل نفس العادات والتقاليد في تقديم العراضة؟ طبعا استاذي، نحن سوينا اللائحة بالشام، أسسناها هون. يعني نحن منطقتنا بشكل عام في عنا عادات وفي عنا تقاليد، ففوتنا العراضة الشامية. هي عراضة الشامية يعني ترجع للفلكلور. نعم. تماما. فنحن أسسناها هي ضمن منطقة الأم، هي قامشلو. تمام. حبينا نسوي شيء جديد بالمنطقة بشكل عام يعني. نعم. خلينا نحكي عن تأسيس الفرقة، عدد أعضاء الفرقة أستاذ حسام يلي تم تأسيسها. تمام. هي الفرقة طبعا في نحن كادر كامل يعني مكون من 14 شخص. في عنا الكردي، في عنا العربي، في عنا المسيحي. طبعا نحن هون بمنطقتنا بشكل عام عنا مقولة وحدة، هي أخوة الشعوب. نعم. يعني تفضلي. لا، كمل الفكرة، تفضل. فجبنا اللباس التراثي من الشام القديمة، طبعا من الشام العريقة. فوتناها للمنطقة عنا هون. يعني أنا أشكر أساتذة، طبعا في عنا أساتذة المدربين بالعراضة. أشكر الإدارة طبعا ضمن العراضة. نعم. ذكرت أستاذ حسام أنه في شباب من المنطقة، شباب كرد مسيحيين وعرب. هل هم فقط من أهل المنطقة ولا من أهل الشام والداخل كمان في ضمنهم؟ لا من منطقتنا قامشلو يعني. ايه. خلينا نعرف كيف يتم تقديم القصائد والأغاني اللي عم بيتم تقديمها في العراضة.
القصائد اللي نقدمها مثلا وصف مثلا للعرس للعريس، وصف للصاحب المحل عنده افتتاحية، نعم. إن كان للطفول ولا إن كان لأي مثلا احتفال كان له وصفه لحال. راح بتحكي عن المناسبات، هالأغاني والقصائد، المناسبات اللي راح بتكون موجودة ضمنها. طبعا يعني في عنا مثلا في عنا أكثر من مناسبة، يعني نحن نحضر لها للشيء المطلوب لنا، يعني مثلا مثل العرس قلت لك انه مثل الاحتفال، وصف يعني العريس. نعم. وصف العريس او العروس طبعا او العروس. نعم. اكيد أكيد العراضة الشامية هي معروفة يعني سابقا والآن، وخاصة ضمن الشام، هي في الكثير من الأعراس بيكون في وصف للعريس أو وصف للعروس، وطقوس اللي بتكون مرافقة لتقديم العراضة. بالنسبة للتدريبات سيد حسام، كيف بتتم عندكم هالتدريبات وكيفية التعلم؟ تحدثت وأشرت عن وجود مختصين ومدربين عندكم. تماما. نحن في عنا مخرج مسرحي اسمه أحمد السيد. أنا أشكره كثير. في عنا الأساتذة درب بالعراضة كمان، أستاذ مالك، أستاذ محمد. هدول مختصين يعني ضمن أوقات إنه يدربوا الأعضاء، يكونوا إنه جاهزين وقت نطلع مثلا على عرس، يكونوا بالمشي ولا باللقاء ولا بالأصوات يكونوا نفس المستوى تكون. التدريبات بتكون يعني كل فترة ولا إذا صارت مناسبة أو كل أسبوع؟ لا نحن كل 3 أيام عنا تدريبات. تمام، نكون جاهزين طبعا ضمن المكتب عنا. مكتب العراضة سيف الشام. نعم. هو عند الدوار سيفان. نعم. تمام. عنوانكم الأساسي هو ضمن عند دوار سيفان. تمام. عند الدوار سيفان المكتب العراضة سيف الشام. نعم. لباس سيد حسام، أشرت أنه أنتم جبتوا لباس شامي من الشام، هل سيتم إلى جانب اللباس الشامي الفلكلوري التقليدي راح بيتم أيضا إضافة لباس أو من فلكلور المنطقة؟ أكيد. أكيد أستاذي. يعني هلا في عنا تطورات إن شاء الله مستقبلا. يعني راح نسوي فلكلور للمنطقة هي مشلي الأم. نعم. نتحدث أيضا يعني عن آلية العمل وكيفية تنظيم آلية العمل عندكم. أشرت قبل قليل أنه راح بيتم التواصل معكم، راح تنسقوا للحفل أو المناسبة اللي راح يتم الدعوة لكم. نتحدث أيضا يعني آلية العمل كيف راح بتكون سيد حسام؟ آلية العمل طبعا في عنا مثلا المكتب طرحت لك الفكرة عنه انه في الاعضاء هناك في ادارات، طبعا في تواصل على التليفون انه يجوا اي مناسبة تجي مثلا تثبت حزة، لانه نحن عندنا اوقاتنا شوي محرجة بالحجز، يعني فكرة هي جديدة نزلت على البلد، فعندنا ضغط عمل على هالموضوع. يعني في عندكم ضغط، في اقبال. طبعا هذا الشيء ايجابي. أكيد. لشو بيعكس هذا الشيء؟ لشو بيعكس هذا الشيء سيد حسام؟ الإقبال الشديد على وجود عراضة شامية ضمن الحفلات والمناسبات عندنا بالمنطقة بالجزيرة. الإقبال يعني شيء هلا العالم يعني ملت من إنه الدي جي ولا الأعراس ولا الفنان، يعني حبوا إنه شيء تراث، حبوا شيء تغير بالمنطقة بشكل عام. يعني كفكرة اللباس، كفكرة السيف والترس عندنا نحن كمان. يعني في تعطش للفلكلور ضمن الحفلات والمناسبات. كثير. طيب هل شاركتم بأي حفلة أو أي نشاط في الوقت القريب؟ طبعا أنا كان يوم الخميس عندي حفل مطعم باروج. نعم. باروج. احتفال عرس هو. طيب. تمام. شاركنا هونيك. فالعالم تقبلت الفكرة، العالم انبسطت كثير. يعني أنا طبعا أشكر كانت الردود إيجابية بشكل عام كثير. ضمن الحفلة.
نتحدث أيضا عن المقابل المادي سيد حسام. ما هو المقابل المادي لدى مشاركتكم في حفل زفاف مثلا؟ هلا استاذي، نحن في عنا اكثر من شغله ضمن العراضه. في عنا السيف والترس، في عنا السيوف اللي فوق راس العروس مثلا والعريس، في عنا المشاعل، في عنا يعني اكثر من صفه منزلناها بالعراضه نحن. أنواع العراضات اللي بتكون موجودة ومتوفرة ضمن هالفرقة إنه يتم تقديمها ضمن الحفلات والمناسبات بتتوقف على نوعية الحفل ونوعية الطلب. تماما هو هيك. بالنسبة لهذا المشروع سيد حسام، هل لديكم أفكار لتطويره في المستقبل وفي المنطقة؟ بماذا تفكرون؟ أكيد في عنا تطورات إن شاء الله راح ننزلها للمنطقة روجافا بإذن الله، ونتمنى يعني إنه يكون يعجب أهل منطقتنا وناسنا ومع حبايبنا. في عنا أمور إن شاء الله راح ننزلها برمضان، طبعا مفاجأة حلوة للمنطقة عنا كمان إذا الله راد. يعني هي راح ننزل المولوية في تحضيرات لرمضان. طبعا في تحضيرات كثير امور لرمضان ان شاء الله راح ننزلها. اذا حابب يعني شكل باب الحاره القديم راح ناسسه هون بالمنطقه. اذا حابب تضيف هو اي باب شيء. روج افا راح نسميه باب روج افا. وفلكلوري كثير حلو، الاجواء الفلكلوريه، وخاصة لما بيعكس تراث وطابع وفلكلور كل المكونات الموجودة بالمنطقة، مكونات الكردية والعربية والسريانية. فشيء جميل جدا انه يكون في اضافة، اي اضافة بتخص اي مكون وخاصة فلكلوري. بنهاية اللقاء سيد حسام، اذا حابب تضيف اي شيء تفضل. طبعا انا اشكر الاذاعه اللي عندكم وجهت لنا هذا الضوء على فرقه العراضه سيف الشام. اشكرك كثير استاذه طبعا باهتمامك لهذا المشروع البسيط الحلو. فالله يقدرنا هو ان شاء الله راح نكون على احسن واحسن واحسن. واشكر الموجودين واشكر منطقه قامشلو واشكر روج افا بشكل عام. كل الشكر لك سيد حسام السيد من مؤسسي فرقة العراضة الشامية. تحدثنا عن تأسيس أول فرقة للعراضة الشامية في مدينة قامشلو. كنت معنا عبر الهاتف. كل الشكر لحضرتك.